السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواتي. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير. نتمنىكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا لا فيديو معايا هذا النهار. نتمنىكم تكون هذا الاسبوع ديال الصيام فات لكم مزيان ان شاء الله. بالنسبه للوصفه اللي بغيت نشاركها معكم اليوم هي الكاشير اللي بغيت نوجدو معكم، اللي كنديرو عندي منزلي وكيجي زوين زوين زوينه اخواتي. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنا 250 غرام ديال الكفته ديال اللحم اللي طحنتو عندي في الدار تاع لوفو. هنا كنت ديجا انا موجداتو دايره فيه القزبر والعطريه وشويه تاع الخل وشويه، المهم كنطحنو كان كونجليها بالعطريه، كنوجدها هكا كتكون معطره باش كتجيني سهله في الخدمه. المهم بالنسبه للكميه خديت 250 غرام ديال اللوفو تاع الكفته. هنايا خديت الفرماج، خديت شويه ديال كونتي شويه ديال البغي، بحكم ما عنديش الجبن المثلث درت هذا الفرماج لو بغي هذا، ودرت الكونتي، درت هذا لو كونتي بحكم ان ما عنديش الفرماج المثلث يعني لا فاش كيري. لكن الفرماج المثلث ديري 3 ديال الفرماجات، 3 ديال الفرماجات في 4 ديال البيضات، في 3 ديال المعلقات ديال السميده الرقيقه اللي كنصاوبوا بها البغرير ولا هكا الحرشه، كاس الا ربع اللي خلطته ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون. هنا عندي الحار حيت بغيتو شويه يجيني حار. غادي ندير شويه ديال ازير وشويه ديال الزعتر عندي مطحونين. هنا عندي فص ديال الثوم غير واحد. الملح ما بغيتوش مالح بزاف، راكم عارفين الكاشير ديال برا كيكون مالح بزاف، انا غادي ندير غير واحد شويه. هنا السودانيه، هنا القزبر اليابس، وهنا الكمون والقزبر اليابس درتهم بزاف. بالنسبه للاعشاب انا عندي هنا ازير، ها هو عندي ازير مصاوبه طحناتو، ها هو غادي ندير واحد شويه. وهنايا عندي الزعتر، ها هو الزعتر حتى هو طحناتو وجداتو هنا في القرب باش كيجيني ساهل في الخدمه. المهم اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نديروا البيض ديالنا. غادي كلشي نسيت البنات ما قلت لكمش، هنايا هذا الماء ديال البيتخاف باش كيعطيني لا كولور. كنت بيترافا حكيتها واحتفظت بالماء ديالها، هو اللي غادي نديرو باش كيعطيني لا كولور. ما بدون ملونات البنات، ما كنبغيو نديرو ملونات، ما كنبغيو نديرو مواد حافظه، ما درتش حاجه. راكم عارفين كنحاول نبعدو من الحوايج اللي كيكونوا هما شيميك. والماء ديال البيتراف راه صحي بزاف كاع البنات. المهم هنا درت 4 ديال البيضات. غادي ندير كلشي المكونات، غادي ندير كلشي المكونات في الخلاط الكهربائي. هنا غادي ندير داك اللحم ديالنا، غادي ندير السميد 3 ديال المعالق ديال السميده، غادي ندير الفرماج اوسي. راه حتى الفرماج هو بحق كيجي بالفرماج لافاش كيري، غير انا ما عنديش الفرماج المثلث دابا. غادي نديرو الزيت، غادي نديرو هذاك الماء تاع البيتخاف غير باش يعطيني اللون، هذا غير باش يعطيني اللون. هنا غادي نديرو داك الثوم ديالنا، ونديرو داك القزبر اليابس، كاع العطريه ديالنا نديروها. اللي عنده الزيتون يبغي الزيتون يزيد الزيتون حتى التالي. هنا راس الملعقه تاع ازير، وهنا شويه ديال الزعتر. وهنايا واحد شويه ديال الحار.
هذا البنات كما كنت شاركتو معكم واحد المره، هذا واحد الحار اللي هو مجهد، كنكومونديوه من امازون وزوين، حار فيغان ولكن حار ديال بصح، زعما الصراحه حار ديال بصح. هنا البنات غادي نطحن كلشي في الخلاط الكهربائي ونتلاقاو احبائي. والبنات هنا هذا هو القوام اللي كنت طحنته، هذا هو الخليط كامل اللي كنت طحنته، طالعه منه واحد الريحه زوينه ديال الاعشاب ديال العطريه. المهم هنا خديت درت طبقه ديال الفيلم اليمونتير وعاود طبقه واحده اخرى فوق منها سكيلفي، راني دايره جوج. هنايا غادي نديرو هنايا واحد شويه، غادي ديروا غير الكميه اللي تقدروا تحكموا فيها اخواتي. بحال مثلا انا غادي ندير منها جوج باش نغلب عليها. راه البنات تقدروا ديروه حتى بلا دانت، المره الجايه ان شاء الله نشاركوا مع اخواتي بلا دانت. هنا غادي ندير واحد العبيده، كاين اللي عندها دير بليبو ديالو، ما عندها دير هذه الطريقه. انا شي مختار نديرو هكا، شي مختار نديرو في القريعات ديال الدجاج، كل خطره فاش كنديرو. ما نديروش البنات بزاف لانه غادي يزيد ينتفخ. ها هو البنات غادي نعاود نفس الطريقه للكونتيتي اللي بقات البنات. غادي ندير الكميه الثانيه اللي بقات لي، في المرحله اللي قلت لكم تقدروا تضيفوا لها الزيتون تضيفوها في هذه المرحله هذه. ملي كتكوني تصاوبيه هنايا في الكيس البلاستيكي ملي كتايطاليه بحال هكا، كديري الزيتون هنايا الوسط وكتجمعيه بحال هكا على شكل الكاشير، باش من تجي تقطعي يبان الزيتون وسط منه باين. ناخدو هنا ديما كنخلي واحد شويه لانه غادي يزيد ينتفخ باش ما يطرطقش. هذا هو البنات الكاشير. هنايا درت الكوكوط فيها الماء، غادي نطيبو فيه الكوكوط على بان ماغي. درت الكوكوط فيها الماء لتحت، راني دايره الماء هذا غادي نطيبو كومسا. غادي نطيبو 45 مينوت من تبدا الكوكوط تصفر، وغادي نحل عليه الكوكوط وغادي نجيب الكوردون وغادي ندحيه فيه لداخل. الا شفتو مازال خصو طيب غادي نطيبو. مي كيطيب 45 مينوت، كيطيب فيه الساعه البنات. المهم نتلاقاو بلاتي من وجد الكاشير.
وهذا هو الكاشير البنات، ها هو طاب راني كنقطعو. ها نتوما شوفوا كي كيجي من الداخل، كيجي روعه، كيجي زوين 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 البنات. بغيتكم تجربوه تردوا عليا الخبار. من حليت عليه الكوكوط باش نشوف واش طايب، درت فيه هاد العود هذا، دحيتو فيهم لداخل وشفتو، وكتشوفي راه حين ميزان في الطياب راه باين، طالعه منه واحده ريحه زوينه ديال الاعشاب. كيجي روعه، كيجي هكا لي ساندويتش الوليدات يديوهم معاهم المدرسه. ولا لينا حتى حنا الكبار نبغيو نديرو دي ساندويتش. احسن ما نشريو هذاك ديال ديال برا، والله الا الصراحه كاع بوحدو هذاك. بون غادي نخليوها على كوتي. وهذا هو الكاشير ديالنا اخواتي، شوفوا شحال كيجي زوين، كيجي رائع زعما الصراحه، بغيتكم تجربوه، كيجي ما شاء الله عليه وكيجي زويون. جيسبر تجربوا الكاشير وتردوا عليا في التعاليق تقولوا لي كي جاكم. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوليش لي لايك ولي كومونتير زوينين. كما العاده، وشكرا لكم اخواتي، وتحيه لكم كبيره بزاف بزاف بزاف، ومع السلامه.